أنا منى وده بودكاست جديد. النهاردة هتكلم معاكم في حاجة هي موجودة حوالينا في كل مكان. تقريبا مفيش حد ما قالش الكلمة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة أو ما اتكلمش على الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده. لما تيجي مثلا في يوم تسأل حد انت ما بقيتش، ما هو مثلا كان بيعمل حاجة وبطل ان هو يعملها، فبتسأله انت ما بتعملش الحاجة دي تاني ليه أو بطلت ليه، يقولك أنا فاقد الشغف. يعني ايه انا فاقد الشغف؟ او احنا ليه بنفقد الشغف؟ او يعني ايه كلمة اصلا انا فاقد الشغف؟ واجت منين واحنا ليه بنقولها؟ وكل الحاجات دي هنعرفها النهاردة في البودكاست ده. في الاول كده، يعني ايه اصلا كلمة الشغف؟ مثلا انا بعمل حاجة معينة، ان انا بعمل مثلا فيديوز على يوتيوب. بدأت ان انا اعمل فيديوهات، فيديو ورا التاني. مثلا عملت 5 فيديوهات، لقيت ان ال5 فيديوهات دول المشاهدات عليهم قليلة جدا جدا جدا، يعني لا تكاد تذكر. فبعد كده وانا بصور الفيديو السادس لقيتني حسيت بالملل، مش عايزة اصور حلو، مش عايزة اعمل مونتاج، مش عايزة انزل الفيديو. وبعدين لقيت نفسي ما كملتش تصوير الفيديو وسبته. وبعد كده خلاص بقى، يعني ايه، فقدت الشغف ان انا اكمل حاجة تاني. يجي بعد كده حد يسألني ايه ده، هو انت ما نزلتش فيديو النهاردة؟ انت فين الفيديو بتاعك؟ مش عارف ايه. هترد عليه الرد المعتاد، تقوله انا فقدت الشغف اتجاه تصوير الفيديوهات. طيب ليه بقى هو فقد الشغف؟ لانه الحاجة اللي هو كان بيسعى ان هو يعملها ملقاش الحافز الكبير، او ملقاش الحاجة اللي هو كان عايزها اللي هي تحفزه وترجعه تاني ان هو يكمل. فبالتالي هيقدر ان هو يكمل الحاجة اللي هو كان بيعملها وما يفقدش الشغف. تخيل مثلا ان هو فضل يعمل فيديوهات وكل يوم كان بيجيله مشاهدات حلوة جدا، بيجيله تعليقات حلوة، والدنيا حلوة معاه. هل هو يفقد الشغف؟ مش هيفقد الشغف، لان الدنيا كويسة معاه وكل حاجة هو عايزها بتحصل. زي بالظبط برضو لما حد ان هو حابب يشتغل في شغلانة معينة، وبعد فترة بيبدأ ان هو يتراجع في الشغلانة دي. ليه تراجعت؟ لاني مش لاقي مثلا القدر الكافي من المقابل ان انا بشتغل علشان الشغلانة دي. يبقى كلمة فاقد الشغف، كلمة الشغف يعني هي الحافز اللي بتحركنا تجاه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. لو فقدنا الشغف فقدنا الحافز، فبالتالي وقفنا الحاجة اللي احنا كنا بنعملها. طب هو احنا دايما لازم نكون بنعمل حاجة لمجرد ان احنا عندنا شغف ليها؟ طبعا لا. لو احنا بنعمل مثلا، خلينا في المثال بتاع الشخص اللي عنده قناة على يوتيوب بيعمل عليها فيديوهات. هو عمل دلوقتي 5 فيديوهات وبعدين قلنا ان هو فقد الشغف. تخيل مثلا ان هو لو كان كمل وعمل الفيديو السادس، كان ممكن ايه يحصل؟ كان الفيديو السادس هو اللي عمل مشاهدات، فبالتالي رفعنا القناة بتاعته، فبالتالي الناس بدأت ان هي تتفرج على الفيديوهات ال5 اللي كانوا قبل كده. فده جايز، الموضوع ده جايز جدا ان احنا لما بنيجي نفقد الشغف في وقت معين، الوقت اللي احنا فقدنا فيه الشغف ده يكون هو الوقت الفاصل اللي بيحولنا من اللحظة اللي احنا كنا يأسانين فيها للحظة تانية احنا بنتمناها. فموضوع ان انا بكمل حاجة لمجرد ان انا عندي شغف فيها، او ان انا لمجرد ان انا عايز اعملها وبعد فترة هفقد الشغف وخلاص مش هكمل فيها تاني، الموضوع ده خاطئ جدا. احنا بنعمل حاجات لازم نستمر فيها، لازم يكون عندنا استمرارية. مش كل شوية أنا عايز شغف، أنا عايز حماس. مش كل شوية أدخل أدور على اليوتيوب عن فيديوهات تحفيزية، عن كلام تحفيزي، عن ناس بقى وهي عمالة تسقف لشخص واقف في تيدكس وعمال يقول أنا عملت وأنا سويت، والكلام ده ما ينفعش. لأن على طول احنا يعني في حياتنا كلها مش هنفضل إن احنا ماشيين بالحافز ومش ماشيين بالشغف. حتى مثلا لما توصل لسن معين هيكون مثلا عندك أسرة وعندك أولاد، مش كل يوم مثلا الصبح وانت رايح الشغل تقول أنا فاقد الشغف النهاردة، مش هينفع إن أنا أشتغل، مش قادر أشتغل النهاردة. طب وأولادك مين هيصرف عليهم؟ فاحنا لازم نعود نفسنا من واحنا صغيرين إن مفيش حاجة اسمها شغف،
مفيش حاجة اسمها حافز. لازم دايما أكون حاطة في دماغي إن أنا بعمل الحاجة وأفضل مستمرة فيها، وفي الآخر هلاقي نتيجة. احنا بنتعب بنتدمر بننهار جدا ومنبقاش عايزين نكمل أي حاجة، بس في الآخر إيه اللي بيحصل؟ بنضطر إن احنا نكمل، لأن الحاجات دي هي اللي المفروض إن احنا نعملها في حياتنا. هل أنا مثلا شخص ما فقدش الشغف في حياته خالص؟ طبعا لأ، بس ما بحبش استخدم مصطلح فقدت الشغف دي. بحب استخدم مصطلح اللي انا مش نفسي اعمل حاجة دلوقتي، مش عايزة اعمل حاجة دلوقتي، او ماليش مزاج اللي انا اشتغل دلوقتي او اللي انا اعمل حاجة دلوقتي. الموضوع ده طبيعي جدا ان احنا بعد وقت بنزهق ومش عايزين نكمل وتعبانين نفسيا ومندمرين وكل الحاجات دي، بس مش هنفضل طول حياتنا بقى بعيد، وطول حياتنا ما بنستمرش في الشغل اللي احنا بنعمله، او ما بنستمرش في الحاجة اللي احنا عايزينها بحجة ان احنا فاقدين الشغف. لازم نكون عارفين ان احنا اللحظة اللي احنا بنوقف فيها هي ممكن كتير جدا تكون هي الانطلاقة بتاعت حاجة حلوة جدا احنا كنا منتظرينها. دلوقتي هشارك معاكم آراء الناس أو آراء صحابي في فقدان الشغف. سألت مجموعة من صحابي وقلت لهم يعني ايه فقدان الشغف بالنسبة لكم، وامتى بتفقدوا الشغف؟ وجالي بعض من التعليقات الحلوة جدا واللي انا هشاركها معاكم. انا مش هعطي رأيي في اي حاجة من الحاجات اللي انا هقولها، انا عايزاكم انتوا تقولولي في كومنت انتوا شايفين هل بتأيدوا الرأي ده ولا مش معاه، شايفين ان هو ده فعلا بيمثل فقدان الشغف ولا لا. فيلا بينا بقى نشوف فقدان الشغف بالنسبة لبعض من الناس. أول رأي معانا أو أول رد جالي: فقدان الشغف يعني مقدرش أعمل أي حاجة، مش حاجات عملية لأ، حاجات معنوية. مش قادرة إنك تتبسطي بخروجة، مش قادرة إنك تشوف اللبس حلو، وهكذا. بنفقد الشغف في أوقات كتيرة، مثلا وقت الخذلان من حاجة معينة أو وقت الفشل. هنا بتقولي أو بتعبر إن فقدان الشغف مش هو بس إن احنا بنفقد الشغف اللي احنا مش عايزين نشتغل أو مش عايزين نذاكر أو مش عايزين إن احنا نعمل حاجة، لأ، أنا ممكن كمان نفقد الشغف معنويا، إن احنا مش قادرين نعبر عن الحاجة اللي جوانا أو قادرين إن احنا نتبسط بحاجة معينة. اكتبولي في الكومنت هل انتوا متفقين مع الرأي ده ولا لأ. الرد اللي بعد كده: فقدان الشغف بيحصل لما تكون نفسك في حاجة جدا، عايزها تحصل، شايفاها إنها مناسبة ليكي، وعملت وسويتي وحاولتي فيها، اديتيها طاقتك، بس للأسف ما جتش زي ما انتي كنت فكرة أو تمنيتي. هنا بيكون شغفك فيها راح، ولما تمر الأيام ويتعرض عليكي نفس الحاجة، هنا بتحسي بعدم رغبة فيها لأنك شغفك كله راح أو خسرتيه في أول مرة. عشان كده لازم على قد ما نقدر ما نديش أي حاجة كل طاقتنا مرة واحدة، عشان شغفنا ما يروحش فيها مرة واحدة. طبعا أنا عندي هنا بس تعليق صغير على النقطة دي، إن أنا في بداية البودكاست قلت إن احنا ممكن فقدنا الشغف في حاجة لمجرد اللي احنا شايفين إن هي احنا فشلنا فيها، إن ممكن النقطة اللي احنا يعني بطلنا اللي احنا نستمر فيها دي، النقطة دي لو كنا كملنا بعدها كمان كانت تكون هي الانطلاقة للنجاح اللي احنا كنا مستنينه. فأنا ما برجحش أبدا إن احنا عشان فشلنا في حاجة معينة إن احنا نبعد عنها ونقول خلاص أنا مش هكمل فيها، وأقول خلاص أنا كده فقدت الشغف اتجاه الحاجة دي. الرأي اللي بعد كده: لما أحس إن كله رايح حرفيا وإن آخرنا التراب وكل اللي في الدنيا ده رايح، فليه نقطع في بعض وليه نتجادل أصلا، فنلتزم الصمت ونتفرج من بعيد ونفقد شغف الكلام والعتاب وغيره. هي هنا شايفة إن فقدان الشغف مش مجرد حاجة ولا هي مادية ولا هي معنوية، إن احنا ممكن كمان لو أنا مثلا مقاطعة مع حد، يعني نبدأ إن احنا بلاش نقاطع مع الناس، ولا إن احنا نتشاكل مع حد، ولا إن احنا نعاتب، ولا الكلام ده، ونفقد الشغف في الحتة دي اللي احنا خلاص بقى نبعد عن الناس والكلام عن الناس، لأن في الآخر آخرنا التراب، وآخرنا في الآخر يعني الدنيا متستاهلش إن احنا نعمل في نفسنا كده. اكتبولي برضو هل انتم متفقين مع الرأي ده ولا لأ. النقطة اللي بعد كده أو الرأي اللي بعد كده:
فقدان الشغف بالنسبة لي لما ما يبقاش ليا نفس أعمل أي حاجة ولا حتى أبقى متحمسة إني أعمل حاجة أنا كنت باحبها وباحب أعملها قبل كده، يعني هي بتكون مثلًا عايزة تعمل حاجة بس هي ما بقِتش قادرة إن هي تعملها لإن هي ما يعني كانت بتحبها بس ما بقِتش بتحبها. ساعات بيبقى فقدان شغف من الحياة كلّها وده جالي قبل كده ما كنتش عايزة أعمل أي حاجة وكل حاجة كانت مطفية بجد، وكنت مستغرباني وممكن ييجي بقى في أي حاجة زي الهوايات وده جايز جدًا، بييجي إمتى بقى ما أعرفش بييجي فجأة. طبعًا موضوع إن هو بييجي في الهوايات ده بيبقى حاجة صعبة جدًا، إحنا مثلًا أي حد بيحب إن هو يرسم، بيحب إن هو يكتب، فجأة بيحس إن هو عنده block كده مش قادر إن هو يكمّل في الحاجة اللي هو بيحبها، بتسأله مالك ما بترسمش ليه، ما بتكتبش ليه، بيقول لك فاقد الشغف. الحاجة اللي بعد كده أو الرد اللي جالي بعد كده، فقدان الشغف ده إنك تحسي إن الدنيا كلها حرفيًا قاعدة على قلبِك كده، ما فيش طاقة لأقل مجهود ولا للكلام ولا حتى بتبقي عارفة ليه من إيه يعني مش فاهمة أنتِ يعني متضايقة من إيه، من أقل كلمة خانقة بسبب ومن غير سبب، والمشكلة الأكبر من كل ده إن ما فيش حد فاهم ده، ما فيش حد فاهم يعني إن إحنا فاقدين الشغف ولا مقدّر ولا حد بيساعدِك تخرجي من الحالة دي، كله مستني منِّك تخرجي من الحالة دي بسرعة عشان هُم اتخنقوا بس حقيقي ربنا يهوّن. يعني هي بتكون فقدت الشغف في حاجات كتيرة في حياتها وما فيش حد بيساعدها إن هي ترجع تاني لحياتها الطبيعية، لأ الناس كلها قاعدة مستنية إن هي ترجع لحياتها الطبيعية وهُم اتخنقوا منها أو اتخنقوا من تصرفاتها دي بس مش بيساعدوها، فأنتم ليه مش بتساعدوها؟ الرد اللي جالي بعد كده لمّا ما أعملش حاجات أنا كنت باحبها وأكون مثلًا منتظرة الأجازة دي علشان أعملها لمّا أكون قاعدة من غير ما أعمل أي حاجة ولا حتى إنجاز صغير خالص، زي مثلًا إني صليت أو قرأت كتاب أو رواية، وإمتى الشغف بييجي، هو بييجي في أي وقت لوحده. في النهاية عايزة أقول لكم إن مهما كان إحنا بنمُر بإيه أو مهما كان الحاجة اللي إحنا اتعرضنا ليها، بلاش إن هي تأثّر على الحاجات اللي إحنا بنحبها أو الحاجات اللي إحنا عايزين نوصل لها ونحققها. ما نخليش دايما كلمة الشغف أو الحماس هي اللي بتحركنا، لو موجود هنتحرك لو مش موجود هنرجع تاني. وكمان عايزة أقولكوا نقطة مهمة برضو إن في بعض الأحيان لما بنفضل اللي احنا نجرب في حاجة كتير كتير جدا ونحس إن احنا خلاص مش قادرين إن احنا نكمل تاني وخلاص حاسين إن احنا بنفشل، طب ما يمكن نجرب إن احنا نغير الطريقة اللي احنا بنسعى بيها أو الخطة اللي احنا ماشيين عليها، ويمكن الخطة نفسها هي اللي غلط إنما الهدف اوعى نغير هدفنا أو إن احنا نفقد الشغف، فنحاول إن احنا نغير الخطة اللي احنا ماشيين بيها. وبس مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، اكتبولي المواضيع اللي انتوا حابين إن احنا نتكلم عليها تاني واستشير فيها الناس. وبس كده أشوفكم في بودكاست جديد إن شاء الله. باي باي.